نبدأ معكم مشاهدينا في المنتخب الأكثر تتويجا لكأس أفريقيا 7 مرات المنتخب المصري، وغياب ل15 عام لعدم تحقيق هذه البطولة. صحيح، غياب للمحاولة الثامنة زي ما ذكرت في المقدمة، لأنه من ساعة ما توج بلقب 2010 خاض المرة ديت هتكون المحاولة الثامنة اللي بيحاول يقتنص فيها النجمة الثامنة لأفريقيا. المنتخب المصري ليس فقط هو الأكثر تتويجا، المنتخب المصري صاحب كل الأرقام القياسية في بطولات أفريقيا، المنتخب الأكثر مشاركة في المباريات، المنتخب الأكثر تحقيقا للانتصارات في بطولة أفريقيا، المنتخب الأكثر إحرازا للأهداف في بطولة أفريقيا، وبالتالي كل الأرقام القياسية بلا استثناء لدى المنتخب المصري، ما عدا الأرقام السلبية. الأرقام السلبية يحصل عليها العديد من المنتخبات الأخرى، زي منتخب كوت ديفوار أكثر منتخب استقبل أهداف، دي من الأرقام القياسية السلبية، إنما الأرقام القياسية الإيجابية كلها لمصلحة المنتخب المصري. لذلك مهما كانت الظروف ومهما كانت المقومات ومهما كانت المقدمات، البعض يضع المنتخب المصري ضمن دائرة الترشيحات. مرشحين، احنا نتكلم في محاولة جادة، هل هتكون المحاولة الثامنة محاولة جادة ضمن نسخة تعود بالذكريات للجماهير المصرية والمنتخب مصر على رأسه محمد صلاح، كان يكون مرشحا حقيقيا في هذه البطولة؟ شوف، بكل تجرد بقول لك انه صعب بعض الشيء، طبعا ليست صعبة بشكل كبير لانه في الاخر انا بتكلم عن مصر، انما المؤشرات لا تدعو للتفاؤل. يعني انت متفائل؟ لا يعني خصوصا محمد صلاح خسر في نهائيين في 2017 و2021 وفي اخر نسخة من دور 16. يعني احنا بص، انت عارف احنا لو بنتكلم على مؤشرات، احنا في 2017 كنا في النهائي، 2019 خرجنا من دور ال 16، رجعنا في 2021 وصلنا للنهائي، 2023 خرجنا من دور ال 16. لو مشينا على نفس السيناريو المفروض ان احنا نكون في النهائي في البطوله دي. نتكلم بصراحه، ولكن صابر ماذا تنتظر من النجم محمد صلاح؟ انتظر منه كتير، وانتظر من عمر مرموش كتير، وانتظر من امام عاشور كتير، وانتظر من حمدي فتحي كتير، وقبل كل دول انتظر من حسام حسن كتير، ولكن المؤشرات بالفعل يمكن الشارع الكروي المصري كله ملاحظ بعض المؤشرات السلبيه اللي سبقت يا راجل احنا وصلنا لمرحله ان احنا مدرب الصف الثاني مع مدرب الصف الاول متخاصمين مع بعض وما بيتكلموش. لا، في مؤشرات، في مؤشرات نبره حزينه، يعني يمكن نتكلم بشكل مفصل عن المنتخب المصري. الحاجه الوحيده اللي تخليني ممكن في شيء من التفاؤل ان هو المنتخب المصري لما بيكون خارج دائره الترشيحات بيحقق نجاح، بعض النجاح. لما يكون خارج دائره لما يكون خارج دائره الترشيحات ما يرشح صابر، يرشح منتخبات. ما هو انا عشان كده مش عايز ارشحها كده. المغرب بدر الدين الإدريسي وغياب 50 عام كما تفضلت، فهذا الغياب تفسيره المغرب دائما ما تحضر، وخصوصا في السنوات الأخيرة في مركز رابع في كأس العالم في أفضل نسخة مونديالية هنا في قطر، وفي منتخبات مراحل الفئات السنية إنجازات على مستوى الشباب والسيدات. المغرب تحضر في كل النسخ مختلف البطولات إلا في كأس أفريقيا، وتوقع لا أعذار للمغرب في هذه النسخة. طيب، قبل ما نجي الدورة القادمة نلتمس أعذار أو لا نلتمس أعذار، ما فيش أعذار، لأنه الرهان واضح والطريق سيار نحو اللقب الإفريقي. لكن أقول لك أنه في سؤال يحيرنا كإعلاميين مغاربة، كجماهير، كخبراء في كرة القدم المغربية، يا ترى هل نحن من نخاصم كأس إفريقيا أم هي التي تخاصمنا؟ لأنه في كثير من المرات كان للمغرب أجيال رائعة جدا، كانت الأفضل على مستوى إفريقيا لكنها لم تتوج، وفي كثير من المرات كان المغرب بطل غير متوج. لقب وحيد يعود لسنة 1976 مع جيل المرحوم أحمد فراس ومع جيل الهزاز والتازي، أخذوه من أدغال إفريقيا من إثيوبيا. بعد ذلك المنتخب المغربي يصل لثاني مرة إلى النهائي متى؟ سنة 2004 بتونس في مباراة نهائية خالدة في ذاكرة الجميع، يخسرها المغرب أمام تونس ويضيع فرصة تحقيق اللقب الثاني، يستضيف البطولة على أرضه ولا يفوز. سنة 1988 يصل إلى نصف النهائي ويخرج أمام الكاميرون. أعتقد كثيرة هي المسببات، لكن الإخفاق واحد، لكن اليوم بعد التتويج بطل العرب اليوم هنا في قطر، وكذلك تتويج تحت 20 عام في كأس العالم. نعم، لا أعذار. طيب، أنا بقول لك اليوم إذا كان الكل يرشح المغرب، لا يرشحه فقط
لأنه يستضيف البطولة على أرضه بين جماهيره، بل يرشح لأنه رقم صعب في معادلة كرة القدم ليس الإفريقية أو العربية ولكن أيضا العالمية. يعني تصور معي منتخب يصل إلى نصف نهائي كأس العالم ولا يكون سيدا على قارته، أعتقد هذا عيب. فبالتالي اليوم المنتخب المغربي مجند ومركز وبذهنية عالية جدا من أجل أن يكسر هذا الحاجز. متفائل؟ طبعا أنا متفائل، بعيد عن كلام النحس وغيره. أبدا أبدا، ولا لا أثق بالنحس ولا أثق بالعقد ولا أثق بأي شيء. أثق بقدرات الشباب على أنه قادرين هؤلاء الأسود أن يزأروا بين أهلهم وذويهم وجماهيرهم ليحققوا هذا اللقب المبحوث عنه منذ 50 عاما. ولا ننسى أن سيكون في نسخة كذلك استثنائية من ناحية التنظيم لإنجازات كبيرة على رأس أشرف حكيمي كما نتابع ونجوم المغرب، من المنتخب المغربي إلى منتخب الجزائر بتتويج في بطولتين، بطولة في عام 1990 وبطولة أخرى في 2019. فإذا الجزائر أنت رشحته أن يكون من أفضل. صحيح. حديث عن الجزائر وذكرياته وحظوظه في هذه النسخة. نفس الأمر ينطبق للمنتخب الجزائري مع المنتخب المغربي. المنتخب الجزائري مر أجيال كثيرة على المنتخب الجزائري لكن لم يحقق اللقب لغاية 1990. تخيل الجيل الذهبي للكرة الجزائرية، ممكن أن نسميه الجيل الذهبي في ملحمة خيخون لما فاز على ألمانيا، لم يحقق كأس إفريقيا لغاية 1990 التي أقيمت في الجزائر، وبعدها غابت الجزائر عن المشاركات وكذلك عن تتويج لغاية 2019. يعني فترة طويلة جدا بين 1990 لغاية 2019. هنا يؤكد أنه إفريقيا صعبة أكثر من التأهل للمونديال والتألق فيها. 2019 كانت نسخة الجزائر لم تكن مرشحة فيها كما قلت في البداية. المنتخب الجزائري كان في بعض المشاكل وقتها، كان انتقادات المدرب جمال بالماضي في اختياراته ومحاباة بعض اللاعبين، لكن ذهب إلى مصر. لكن الفرق فقط وقتها بالماضي صرح أنه سوف يذهب إلى مصر لتحقيق اللقب وحقق اللقب. الظروف الآن أنا أقارنها مع الظروف اللي كانت 2019 هي نفسها، لكن فقط المدرب لم يعلن لحد الآن أنه الهدف هو تحقيق لقب في المغرب. لكن الظروف المحيطة، الانتقادات وبعض اللاعبين، اختيارات المدرب وكذلك يعني بعض الأسماء يعني تواجد في المنتخب في فترة من الفترات، يعني انتقادات كثيرة حتى في طريقة تعامله مع التغييرات المدرب في تصفيات كأس إفريقيا وكذلك كأس العالم. يعني هذه الظروف كلها في صالح المنتخب. أظن أنه إذا استغلها المدرب بشكل جيد ممكن سوف نشاهد النجمة الثالثة في المغرب. طيب إلى المنتخب السوداني عوض، ونظراتك جميلة وابتسامتك دائما ما تكون أجمل. المنتخب السوداني في المشاركة العاشرة وتوج بطلا لكأس أفريقيا 1970. فإذا الذكريات وحنين الذكريات في هذه النسخة، توقعاتك وفق المام في إمكانيات المنتخب السوداني الحالي. أول حاجة يعني أخي شاري بكل يعني أسف صراحة نتحدث عن أنه أفضل النتائج المنتخب السوداني كانت في الماضي. اللقب الوحيد 1970، المركز الثالث، الدخول النصف النهائي، كل النتائج الإيجابية كان لمنتخبنا. 58 في 63 يعني كلها في الماضي. الآن المنتخب السوداني صراحة يعني بيقودوا مجموعة من الشباب، مجموعة من اللاعبين قدموا أداء ممتاز جدا هنا في الدوحة في البطولة العربية. نعم ما تأهلوا من الدور المجموعات، تأهلوا من الملحق على حساب المنتخب اللبناني. المؤسف أيضا في يعني في الشان المشاري انه المنتخب السوداني، كليه المنتخب السوداني هي نفسها يعني اللي تلعب الشان، هي نفسها نفس المجموعه، هي نفسها اللي بتلعب الكان، هي نفسها بتلعب التصفيات كاس العالم. هو نفسهم اللاعبين اللي يلعبوا لانديه الهلال افريقيا هم نفسهم اللاعبين اللي يلعبوا لانديه المريخ افريقيا. يبقى يعني كمه الارهاق بالنسبه لي نجوم المنتخب السوداني كانت صراحه هي واحده من الاسباب اللي شغلت الناس. الان في التشكيل الاخير الموجود في عدد من الاسماء جديده يعني موجوده لاول مره ممكن تشارك في كاس الامم الافريقيه. الناس متفائله، الكثير من نشوف الترشيحات بترشح انه المنتخب السوداني قد يكون حصان ما مرشح اكيد كبطل، لكن مرشح كحصان اسود متفائل انه يمشي متفائل درجه التفاؤل اللي عندك، درجه التفاؤل عاليه جدا جدا وان شاء الله نمشي لابعد نقطه باذن الله تعالى. منصور غرطاج، المنتخب التونسي دائما واحد من المنتخبات الذي مهما كانت الظروف يحضر ويكون من المنتخبات التي تؤدي أداء مميزا. من أهم أسباب اللي تدعو للتفاؤل للمنتخب التونسي في هذه البطولة وجود مدرب بحجم وقيمة الكابتن سامي الطرابلسي.
سامي الطرابلسي الحقيقه يعني منذ ان تولى مهمه تدريب المنتخب التونسي وفي تطور كبير. صحيح المنتخب التونسي على صعيد الاسماء لا يقارن بالمنتخب المغربي ولا يقارن بالمنتخب المصري حتى ولا المنتخب الجزائري كاسماء موجودين في المنتخب، ولكن الرهان في المنتخب التونسي على المجموعه، رغم ان المنتخب التونسي كمان من ضمن الالغاز الكبيره جدا، يعني شأنه شأن بقيه المنتخبات العربيه. لسه كنا بنقول المنتخب التونسي لسه منذ ايام قليله مع البرازيل مقدم مستوى اكثر من رائع، وبالرغم من ذلك بيجي في البطوله العربيه بيحقق اخفاقات كبيره جدا وبيخرج من الدور الاول. قبل كده كنا بنشوفه في نتائج كبيره جدا في كاس العالم، فايز على فرنسا، بيروح افريقيا بيخسر، ما اعرفش كانت عقدته مع مالي، كويس انه مالي مش معاه المره ديت في المجموعه. لا تنسى انه حقق البطوله مره واحده في 2004 وكانت على حساب المنتخب المغربي. مباراه كان لسه بدري بيشير ليها، كانت مباراه ماراثونيه قويه جدا شرسه ما بين المنتخبين. احنا كنا بنتابعها كمحايدين عشان كده استمتعنا بيها، انما الله يكون في عون اللي بيتابع مباريات من هذا النوعيه وهو يكون احد اطرافها. الله يكون في عون الجميع. جزر القمر بدر، والله قمر اطلع على افريقيا في مشاركه ثانيه في هذه مشاركه ثانيه. لابد ان نتكلم عن هذا المنتخب الناشئ اللي حقيقه وضع قواعد مجده الجديد. المدرب امير عبدو ارتبط اسمه به، وهو واحد من ابناء جزر القمر الذي تربى في فرنسا، كان موجود في مارسيليا ودرب ثم راح على بلده واستطاع انه يكون هذا المنتخب الذي اطل اول مره، ولم تكن اطلاله خجوله بالفعل، لانه على عكس كثير من المنتخبات التي تاتي الى المشهد الكروي او الاستحقاق الافريقي وتطلع من الدور الاول، هو لا استطاع انه يمر الى الدور الثاني. اتصور الكثير يقولون على انه سيكون رقم صغير جدا في معادله الترشيح على مستوى المجموعه الاولى، لكن انا اؤكد على ان المنتخب القمري ممكن انه يلعب الاوراق الحاسمه في هذه المجموعه. قد يرهق زامبيا، قد يرهق مالي، لكنه بالتاكيد لن يرهق المغرب. لعب المنتخب جزر القمر في 2021 على ما اتذكر جيدا، كان وقت كورونا لما اطرد منهم حارس، وكان حارس مصاب ايضا، لعب بلاعب حارس مرمى. أيوة. كانت ظاهره جدا في القاره الافريقيه. صحيح جميل. نرحب في شبكة المراسلين من كل مكان ومناطق مختلفة هناك في المغرب، مفيدين قنوات بين سبورتس، مهدي فودي من الرباط، نسيم طالبي من الرباط، طارق أحمد من الرباط، نافع بن عاشور من الرباط، جابر العربي من الدار البيضاء، عمرو فهمي من أكادير. والبداية مع مهدي فودي. العد التنازلي، الجميع ينتظر نسخة استثنائية من ناحية التنظيم والمتعة والإثارة. تفضل مهدي. مساء الخير لك مشاري ولضيوفك في الاستوديو ولكل مشاهدي قنوات بين سبورتس. تحدثتم عن الترشيحات وأنا أتفق مع الكابتن صابر، بطولة كأس إفريقيا لا تؤمن بمنطقة الترشيحات ولا تخضع للغة الأرقام والإحصائيات. الكل اتفق على أن يرشح المغرب للفوز بالبطولة، وهذه حقيقة. المنتخب المغربي يدخل البطولة بثوب المرشح رقم 1، لكن المستطيل الأخضر ومن يحكم في بطولة كأس إفريقيا، العزيمة، الروح القتالية، هي من تصنع الفارق وحتى الحنكة في التعامل مع المباريات ومجاراة إيقاع كل مباراة على حدة. هذا ما يجب أن يتوفر لدى المنتخب المغربي الذي يستعد هنا في الرباط لمباراته الافتتاحية أمام جزر القمر. المدرب وليد الركراكي رفع من نسق التدريبات تدريجيا خلال هذا الأسبوع، ووصل ربما المنتخب للمرحلة القصوى من التركيز على المباراة الافتتاحية أمام جزر القمر، وأهمية تحقيق 3 نقاط من أجل تعبيد الطريق نحو إنجاح المهمة الأولى في دور المجموعات، وهي تصدر المجموعة، لأن صدارة المجموعة تخول المنتخب المغربي البقاء في الرباط، لعب جميع المباريات حتى في أدوار خروج المغلوب داخل أسوار هذا الملعب الذي ترونه من خلف ملعب الأمير مولاي عبد الله، لأن تذاكر جميع المباريات التي ستلعب هنا، وهي 7 مباريات بالتحديد، بيعت بالكامل. 3 نقاط مهمة أمام جزر القمر من أجل اكتساب الثقة اللازمة
والفوز بالمباراتين وتصدر المجموعة ثم مواصلة المشوار أدوار خروج المغلوب هنا في الرباط. غدا سيعقد المدرب وليد الركراكي إلى جانب أشرف حكيمي المؤتمر الرسمي الذي يسبق المباراة الافتتاحية. اليوم أجرى المنتخب حصة تدريبية مفتوحة صباحية أمام وسائل الإعلام من أصحاب الحقوق، حصة تدريبية بمشاركة جميع العناصر بمن فيهم أشرف حكيمي الذي تدرب بشكل طبيعي. للإشارة حمزة إيجامان تدرب على انفراد إن صح التعبير، يواصل برنامج تأهيله لأن إصابته أكثر تعقيدا من أشرف حكيمي إن صح التعبير، تستوجب علاج مكثف، تستوجب برنامج خاص وبروتوكول علاجي وضعه المدرب كريستوف بودو. نتمنى أن تكون جميع العناصر جاهزة، والبداية ستكون في أمسية الأحد، ضربة البداية أمام منتخب جزر القمر في مباراة افتتاحية ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى. شكرا لموفد قناة بين سبورتس مهدي فودي. بالرباط إلى الرباط لكن في مكان آخر مقر إقامة المنتخب التونسي. نافع بن عاشور موفد قناة بين سبورتس، كيف هي الأجواء وتجهيزات المنتخب التونسي؟ تحية لك مشاري وللكباتن في الاستوديو. من الخليج إلى المحيط تتواصل أيام مزدهرة نتمناها للرياضة العربية، من كأس العرب إلى كأس أفريقيا، ولو أن المطر أيضا الذي كان في لوسيل اليوم في الرباط مع وصول المنتخب التونسي الذي تشاهدون الحافلة الخاصة والتي نقلت الطاقم والوفد التونسي من مطار سلا في الرباط إلى مقر الإقامة هنا في حي الرياض في الرباط بوسط تركيز كبير. المنتخب التونسي يدخل رسميا الكان كأس أفريقيا للمرة 17 تواليا، والهدف دائما المضي بعيدا. تحدثتم عن الترشيحات مع صابر ومع الأستاذ بدر الدين، ولو أنها لا تخضع للمنطق في القارة السمراء، لكن لطالما خضعت للمنطق في دول شمال إفريقيا، وهذا مصدر تفاؤل للتونسيين والمنتخب التونسي، لأنه آخر نسختين في شمال إفريقيا في تونس 2004 التتويج باللقب، وفي مصر 2019 الوصول للمربع الذهبي، وكان المنتخب التونسي قريب من التتويج بلقبه الثاني. التركيز كبير على المباراة الأولى كلمة السر، والتي تتردد باستمرار منذ النزول من مدرج الطائرة مباراة أوغندا. التفكير في المباراة الافتتاحية لأنها مفتاح النجاح، ولأن المنتخب التونسي عانى في الدور الأول وفي أولى المباريات في آخر المشاركات، وخاصة في مشاركاته الأخيرة التي كانت مخيبة في كوت ديفوار والخروج منذ الدور الأول. شكرا لموفد قناة بي سبورتس نافع بن عاشور. دعونا نتابع معكم هذا التقرير عن المستضيف والمرشح المنتخب المغربي بكل تفاصيله وجاهزية تامة من ناحية التنظيم والترشيحات لبطل هذه النسخة. نتابع. كرة مباشرة والهدف الأول عالمي من أسامة الطنان. أي جول، أي كرة، أي لون، هذا تاريخ. أحيانا لا فائدة من الكلام فالصورة أبلغ، وهدف يمكن أن يبرز من خلاله الفكر المغربي دقة، قوة، جرأة، اختزال للطفرة التي تعيشها كرة القدم المغربية. فلا مكان للصدفة في عالم الساحرة المستديرة. العمل والتطوير هما خلاصة إنجازات الكرة المغربية في السنوات الأخيرة. أسود الأطلس أصبحت أسودا عالمية، يافعين وكبارا وحتى سيدات. فأين تجد اسم المنتخب المغربي تصبح لحسابات المباريات مقاييس أخرى. المنتخبات المغربية زرعت فكرا جديدا في الكرة العربية، وهي الذهاب لأقصى دور ممكن والفوز بالألقاب مهما كان علو المنافس والمنافسة عوض المشاركة من أجل المشاركة. منذ أشهر قليلة نجح المنتخب المغربي لأقل من 20 عاما في التتويج باللقب العالمي، متفوقا على كبار الكرة كالأرجنتين وفرنسا. الفريق ذاته بلغ الدور النهائي لكأس إفريقيا، دور لم تتخلف عنه أيضا سيدات المنتخب المغربي، وإنجاز التتويج باللقب الإفريقي أدركته الأسود تحت 17 و23 عاما. باريس في ألعابها الأولمبية للقاعدة وسجل اسمه بأحرف من برونز معتليا منصة التتويج، فيما تظل للأراضي القطرية عشقا خاصا في الذاكرة المغربية. مواجهات مونديالية لن تنسى حتما، وكرة مغربية أعطت طموحا جديدا للكرة في أول كأس عالم تقام بالمنطقة العربية. لتتواصل الفترة الزاهية بتتويج آخر
في الملاعب المحببة للجماهير المغربية بقطر في نسخة كأس العرب 2025. ضغوطات القمة على قدم وساق لأسود الأطلس من الحدث العربي مباشرة إلى الحدث الإفريقي. رجال المدرب وليد الركراكي على موعد جديد، لقب منتظر منذ عام 1976. من الحارس بونو والمدافع مزراوي مرورا بحكيم المصاب إلى رحيمي ودياز، الهدف واحد: اكتمال الصورة بنجبة ثانية إفريقية. فهل يكتب فصلا جديدا في ملاعب المملكة في فترة هي الأبرز في تاريخ إنجازات الكرة المغربية؟ بعدما تابعنا معكم هذا التقرير، هل ستؤثر الترشيحات يا بدر والضغط الإعلامي على المنتخب المغربي بعد غياب 50 عام، أم ستكون هذه السنة هي سنة العودة والنسخة الثانية؟ بحسب رأيي أن الضغوط لا يمكن إلا أن تكون إيجابية على اللاعبين. حتى الإنجاز الأخير الذي تحقق لمنتخب الرديف بتتويجه بطل العرب سينعكس إيجابا على المنتخب الأول، لأنه الآن الكل يلعب من أجل السمعة، الكل يلعب بروح انتصارية. ما عاد المغرب عندما يدخل لأي بطولة يبحث عن المرور إلى الأدوار الموالية. طموحه الكبير هو أن ينافس على الألقاب، وأعتقد هذه الثقافة التي يجب أن تترسخ لدى كل منتخباتنا العربية، أن نثق بإمكانياتنا، وعندما نذهب إلى أي مسابقة أن نذهب بثقافة الانتصار وبثقافة تحقيق اللقب. لا يمكن أبدا أنه في شيء يمكن أنه يحول بيننا وبين تحقيق هذا الطموح. المنتخبات العربية قبل أن أتكلم عن المنتخب المغربي كلها لها حظ نفس الحظوة، لأنها ستلعب في أجواء تشبه كثيرا الأجواء المحلية. منتخب مصر سيلعب كأنه في مصر، المنتخب الجزائري سيلعب فوق أرضية وفي مناخ وفي أجواء تشبه الأجواء الجزائرية، منتخب السودان كذلك، منتخب المغرب بجاهزية كاملة. وأعتقد إن كان هناك منتخب إفريقي يتمثل أعلى نسب الجاهزية لا على مستوى الأداء الجماعي ولا الفردي ولا اللاعبين، أحيلك على شيء مهم، هو أن هذا المنتخب استطاع أن يحقق إلى الآن رقم قياسي عالمي بفوزه ب 18 مباراة متتالية متجاوزة في ذلك الرقم القياسي الذي كان للمنتخبين الإسباني والألماني. يملك النجوم ويملك الرصيد البشري ويملك أيضا. هل سيعتمد على نجوم أوروبا أم سيعتمد على النجوم المحليين؟ وليد الركراكي يعتمد بالأساس على لاعبيه الثابتين والأساسيين الذين جاء بهم من كأس العالم. هذا المنتخب في نواته الأصلية أو النواة الأولى فيها العديد من اللاعبين الذين شاركوا في نهائية كأس العالم. أتكلم على بونو، سايس، هاجر، مزراوي، وأيضا حكيمي، أتكلم على سفيان أمرابط، أناحي. يكفي أن أسرد هذه الأسماء. يعني سيعتمد على نفس الأسماء؟ لا على هؤلاء، لكن بإضافة أسماء جديدة يعني تألقت مؤخرا على غير يونس النائل العناوي. أنا عندي اعتراض بسيط في جملة صغيرة أنت ذكرتها في محور حديثك، ويا ريت برضه كل المنتخب المغربي اللي فاز بالبطولة طبعا قدمنا له تهان ثاني قبل. كيف يعني أنت تقول منتخب رديف؟ كيف يعني مسمى رديف؟ هل هو مقنع ومرضي بالنسبة لك؟ كيف يعني رديف؟ لا يعني المنتخب ده كله لعيبه دوليين شاركوا قبل كده لعبوا منتخب، صحيح. كيف يكون منتخب رديف يعني؟ لكن ليس هو المنتخب الاساسي، يعني هم بالفرنسي بيسموه ماروك بريم، بمعنى ان المنتخب الثاني ليس المنتخب الاساسي. المنتخب الاساسي غير صحيحه هو اللي غادي. هذه المسميات صراحه غير. لا انا معك، هي مستخدمات غير صحيحه. أنا معك. مجرد ما لاعب لبس شعار المنتخب ايا كان، حتى من يكون هو خلاص لاعب منتخب، يعني منتخب اول ومنتخب ثاني، دي بعض الناس بتاخذها مثلا كتبرير عايز تهرب بها. يعني ايه اللي يعيب التسميه؟ هو في النهايه لانه اساسا هو هروب. انا عندي صف اول وعندي صف ثاني. هي فكره يا صابر. لا ما صف ثاني، هذا لا هي فكره وتحترم. واحنا بالرغم من ان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اطلقت اسم منتخب رديف على هذا الاولاد، المنتخب اللي لعبنا المنتخب المغربي، انا سميناه المنتخب المغربي سميناهم في كاس العرب. في كاس العرب سمي المنتخب المغربي اللي فاز باللقب منتخب المغرب، ما مكتوب منتخب المغرب بين قوسين الرديف. يا زميل عود انا اعطيك مثال، المنتخب المصري وهو يتهيأ حتى المنتخب المصري لما شارك بأنه المنتخب المصري المشارك في كأس العرب. هم بعض المنتخبات بتأتي بهذه العبارات
للهروب، لتجميل وجهها، لتجميل انه عندنا بعض الغيابات وعندنا بعض اللاعبين ما بيشاركوا عشان كده احنا بنشارك. لكن الان منتخب يعني انت الان منتخب حتى منتخب مصر اذا كان عندك النيني لاعب، عندك يعني نعطي تحت فرصه. يا صديقي العزيز انا عندي قائمه كامله بجهزها للمنتخب الاول عشان تشارك في البطوله الاصعب والاقوى والاهم. خلينا نكون منطقيين، اللي هم مجموعه حسام حسن، مفيش ولا واحد فيهم تواجد في بطوله كاس العرب. لا ده سميه صف تاني، سميه ان هي الا اسماء. طيب نرجع منتخب مصر. انما انا مش شايف ان هو لا شيء يعيبه. ماشي، ما هو انت ما عندك منتخب ناشئين، منتخب شباب، منتخب اولمبي، منتخب رديف، في الاخر هو منتخب مصر. لا ما اختلفناش فيه، بس نحن هو منتخب مصر. طيب وصلتها ان هي منتخب مصر كما ذكر، لكن احنا حاليا نتكلم يا صابر عن المنتخب المغربي. هل تتفق مع بدر؟ وقد يفسر البعض ان بدر ما كان صريح في اجابته، لان سالته سؤال واضح: هل سيعتمد الرقراي على نجوم اوروبا ام اللاعبين المحليين؟ كانه ذهب الى كاس العالم ولم تكون اجابه واضحه وصريحه. برجع لك يا بدر بعد ما اسمع من صالح. بس سيبني اقول امنيتي بقى بعد ما اقول لك تعليق على بدر بطبيعه الحال. يعني هو كل الناس دلوقتي بما بدر وغيره ما حدش يعني داخل جوه عقل الركراكي من المدربين اللي بيجيدوا التلاعب، مش التلاعب يعني بيجيدوا استغلال الاوراق بافضل شكل ممكن. هيعتمد على انهي توليفه محدش يعرف لغايه دلوقتي هيعتمد. طيب شنو الانسب؟ حتى المعطيات ماذا تقول؟ ما هي المعطيات ان هو برضه هيعمل التوليفه زي ما عملها في كاس العالم. عمل توليفه. احنا نفسنا في اثناء كاس العالم كنا بنشوفه ما بين مباراه ومباراه بيعمل تغييرات بيفاجئ بيها الفنيين. يعني اذا يعتمد على كاس العالم معناته لا يعتمد على اسماء ابراهيم دياز في مع ريال مدريد وغيره من الاسماء طبعا مثلا. لا موجود. طيب بسمع من وحيد. انا متابعتي لوليد الركراكي يعني شخصيته قريبه جدا من جباب الماضي. بعد تحقيقه لقب 2019 لم يغير التوليفه. نفس الشيء بالنسبه لوليد الركراكي، وصوله للنصف النهائي كاس العالم جعله يعتمد على نفس العناصر واحيانا لا يغيرهم حتى في مباريات الوديه. هذه النقطه التي جعلت الشارع الرياضي اكثر من مره ينتقد وليد الركراكي في هذه النقطه، لانه انت تلعب في كاس العالم حققت نصف النهائي، لكن الجيل الذي وصلت به لنصف النهائي هل بامكانه يكمل معك في البطولات القادمه؟ لا اكيد. هو الجيل مش انا صراحه موجود. لما اتحدث عن المنتخب المغربي الان اقول الله يعين وليد الركراكي. لماذا؟ لان الضغوطات كلها على وليد الركراكي. لما يكون طارق السكتيوي مدرب وطني حقق كاس الشباب، لما نتحدث عن محمد وهبي كاس العالم للشباب، نتحدث عن كاس العالم للناشئين نبيل باها، يعني اطار وطني في المغرب نجح. لا تنسى ان وليد حقق المركز الرابع في كاس العالم. بعدها ماذا حدث؟ طيب هذه النقطة تسحبنا الى سؤال واضح. بدر انت شخص صريح، طبيعة الحال صريح. نعم. هل سيعتبر فشل ان لم يحقق المغرب كاس افريقيا؟ هذا سؤال ساجيبك عنه قطعا، لن اترك سؤالك بدون اجابه، لكن لا قبل لكن اجابتي اولا ثم تعود للشرح. ايوه ماذا؟ هل سيعتبر فشل؟ هل الجماهير المغربيه تقبل بغير اللقب؟ ابدا طبعا لا. إن لم يحقق الفريق الوطني المغربي لقب كأس إفريقيا للأمم فهذا يعتبر فشل لمن؟ لوليد الركراكي ولكرة القدم المغربية. طيب هو ده ضغط، هذه كلها ضغوطات على وليد. دي ضغوط يا عوض. إذا كان المدرب على الورق نحن مؤمنين تماما انه الفريق جاهز وعنده الامكانات والمرشح الاول. انا شخصيا رشحته، لكن ده الضغوط كده. كرة القدم منفوخة بالهواء، وكرة القدم علم غير صحيح المدرب وضع على نفسه هذا الضغط. المدرب بنفسه بيطلع في خرجاته الصحفية يقول إن لم أفز بكاس افريقيا الامم فهذا يعتبر فشل. طيب ونحن الان تحدثنا عن افريقيا والبطولات الافريقيه وشكلها وكيف التنافس فيها. الان حنرجع لنفس النقطه الاولى. الان يعني تحدث الاستاذ صابر انه البطوله اي بطوله افريقيه بعيده دائما من اي ترشيحات، بعيده من اي عوض قال لك قال لك فشل. الان بدخل لا بس قال لي فشل. هو قال لك فشل. لا ليس فشل. كيف يعني فشل؟ انا بقول لك ليش فشل. طيب قول لي ليش فشل؟ ده صدمه كمان مش فشل يا عوض، ده صدمه. هتكون صدمه في الشارع المغربي، هتكون صدمه مش بس فشل. اسمح لي يا بدر، اسمح لي، هتكون صدمه في الشارع المغربي. ما انا هسالك سؤال تاني. اذا المغرب ما فازتش ببطوله افريقيا دي هتفوز بها امتى؟
يعني ما فيش ظروف توافرت لمنتخب في افريقيا عموما، مش بس للمنتخب المغربي، ولا مؤشرات ولا مقدمات تدعم منتخب انه يحقق بطوله. احنا ما مختلفين، لكن ده احنا بص اختلفنا في حاجه واحده. لا 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 لا، اذا كان ضغوط، اذا كان وليد الركراكي لا يحتمل مثل هذه الضغوط، يبقى لا يصلح لقياده منتخب بحجم المنتخب المغربي. اذا كان اشرف حكيمي، اذا كان المجموعه مزراوي لا يحتمل يا عوض انت الان تحلل الامكانيات طبعا. لماذا وعلى الورق هو الاول يا سيدي؟ تمام. لماذا نطالب وليد الركراكي ونطالب انفسنا قبل وليد الركراكي بالتتويج بهذا اللقب؟ اولا لاننا نستضيف البطوله على ارضنا وبين الجمهور. اوكي، هذا جاهزيه فنيه، من اعلى مستوى. نحن ما مختلفين في الكلام ده. ممكن ان الحظ ما يلعبش معي، ممكن، لكن بالنسبه لي عدم التتويج باللقب يعتبر فشل. ثم ايضا فشل. لا قبل العوده أيوة. في نفس النقطه اللي ذكرتها، ان لم يحقق وليد الركراكي كاس افريقيا يستمر مصيره في كاس العالم. سيكون موضوع شك كبير جدا. لا انت الحين في شك في اجابتك. نبي اجابه صريحه واضحه. لا شوف، اذا لم شجاع هو استاذ، اذا لم يتوج عوض يقول انت شجاع. لا أيوة. اذا لم يتوج بكاس افريقيا الامم بنسبه عاليه جدا قد يفقد فرصته في قياده المنتخب المغربي، ويكون اول مدرب مغربي يقود منتخب مغربي في مونديالين متتاليين. جميل. اذا عمليه راي بدر الدين الادريسي في عدم تحقيق اللقب، هل سيستمر في كأس العالم؟ أنا لا أقول لا. أنا أقول لا. قال لك ما حيستمر. لكن نفس السيناريو حدث في 2023 خسر اللقب، خلاص غادر في 2023. لكن قلت لي نرجع الوحيد في نقطة. كان الله في عون وليد، ليس لأنه وهبي حقق لقب، ليس لأنه وحيد، لا ليس لأن وهبي حقق لقب بطل العالم، وليس أيضا لأن سكيتيوي فاز بكأس العرب. الله يكون في عون وليد أن يختار هذا الكوموندو او هذه التشكيله البشريه للمشاركه في هذه لقد ظلم عدد كبير من اللاعبين. ثم ايضا انا قلت لك على ان المنتخب المغربي لا يتواجد فيه حاليا الا لاعبين من الدوري المحلي، حارسي المرمى منير المحمدي حارس النهضه البركانيه، وايضا حارس المرمى مهدي الحرار حارس الرجاء. الكل جاي من بطولات اوروبيه وخليجيه. في عدم رضا الان على المدرب انه في خياراته ما كانت موفقه في الغايمه. والله شوف انت الان بتتحدث في هذا الامر. لا ابدا، ما موفق كان، وفي بعض الاسماء ما اختارها. لا ابدا لا، ما بقولش هذا الكلام، لانه انا اعتبر ان المدرب هو المسؤول على اختياراته كما يعني هو المسؤول. رايك في من يقول ان اشرف حكيمي تم انضمام وهو عدم جاهزيه كامله مصاب، هل الكلام؟ انا بقول لك شيء، انا مع المدرب سآتي بأشرف حكيمي ولو على عكازين، حتى لو كان على عكازين آتي به إلى كأس أفريقيا. السبب لأنه قيادي، رجل عنده تأثير في مستودعات الملابس أكثر ما عنده في الملعب. صح. رجل بأخلاق عالية جدا. تعرف أنا رافقت المنتخب الأولمبي في مشاركته في آخر الأولمبياد، ونودي على أشرف حكيمي، وكان أشرف حكيمي عميدا لاعب نموذجي ومثالي وقائد. إذا تسمح لي، أشرف حكيمي حاليا واحد من أفضل الأظهرة في العالم، إن لم يكن هو أفضل ظهير في العالم. هو أفضل وحقق ظهير. إنجاز تاريخي مع الBSG في تحقيق دوري أبطال أوروبا. صح. وحقق ولا نقلل في إمكانياته ونجوميته وتأثيره وكل هذا، لكن أنت باستطاعة، لكن أنت بحاجة لاعب جاهز. طيب لاعب جاهز. هل وجود لاعب غير جاهز حتى وإن كان بنجومية أشرف حكيمي لن تؤثر في فرص المنتخب المغربي الذي يحتاج كل اسم وكل لاعب في القائمة؟ طيب أول جواب، الفريق الوطني المغربي أقوى بحكيمي منه من غير حكيمي. أول جواب، بمعنى أنه لا أحد يناقش في مكانة حكيمي في تأثيره على المجموعة. وضحناها. ثاني شيء، لو أنا كمدرب عارف أشرف حكيمي سيكون جاهزا بالنسبة لي في المباراة الثانية أو الثالثة، سآتي به وأجلسه في المباراة الأولى وأحاول أن أدخله في أجواء المباراة. لازم تعرف أنا نقاشي معك، أنت ذكرت في عكازات، يعني ليس جاهز للبطولة. لا أنا قلت يعني عملية تشبيه في مدربين قالوا كلام على لاعبين قائدين. أنا صراحة أنا لا أتفق معك في هذه النقطة. يعني صحيح حكيمي نفسيا يدافع للاعبين، لكن أنا بالنسبة لي خانة حكيمي كان سيستفيد منها المنتخب بضم مثلا حريمات.
افضل لاعب في كاس العرب، لماذا لم يكن متواجدا؟ ما دام تحتاج الى لاعب جاهز، انا افضل حريمات اللي هو بوسكيتش الكره المغربيه حاليا. لا انت تتكلم على ظهير ايمن. لا الخالد، لا انا لا اتكلم على خصاص على مستوى وسط الميدان. عندما أكيد. نشكل فريق كوموندو للمشاركه في بطوله مجمعه، انا كنعطي الاعتبار لكل مركز على حده، ونبحث على اللاعبين اللي عندهم لا بوليفالونس، اللي عندهم تعدد الادوار. لكن طيب انت قلت حتى وحيد انا لاحظت بدر كان عاد في جملته وقال لا الاسماء الجاهزين مع، لان هذه كلمه عكازات حتى وان كانت عدم قدره. لا ابدا يستحيل على اي مدرب انه يلعب لاعب هو لا يصل، لا يلعب اي لاعب ان يضم لاعب، لا يضم شكل. أنا متأكد من خلال التقارير الطبية أن اللاعب ربما سيكون جاهزا للأدوار خروج المغلوب. طيب سأتي به إلى كأس إفريقيا. ناخذ رأيي. وأنت ضامن أنك حتكون موجود في خروج المغلوب؟ طبعا. عوض. النقاط اللي فاتتني كانت كتير. أنا عايز أتكلم الأول على نقطة ركراكي يرحل أو لا يرحل. أنا بقول مش هجاوب بدبلوماسية زي بدر، أنا بقول يرحل فورا. الحين بدر جواب دبلوماسية، تكلم بصراحة. يعني قال إن المفروض يعني جابها بدبلوماسية شوية، أنا بقولها بشكل أكثر صراحة. قالها حتى حسام يرحل فورا. حسام الآن ليه؟ أقول لك ليه؟ بس معلش حط لك السؤال لحسام حسن. اي مرحله حسن مين نفس السؤال؟ حسن ايوه. اذا لم يصل الى نصف النهائي يرحل فورا. انجاز نصف النهائي للمنتخب المصري مش انجاز في ظل الظروف العاديه. الانجاز الوحيد لمنتخب مصر هو العوده بالكاس. طيب. انما في ظل الظروف وصل نتكلم في عندك في المغرب عشان خلينا انا بقول يرحل فورا لسببين. اولهم لانه في حاله الاخفاق مجددا هيفقد الكثير من ثقه الشارع فيه، في الشارع الرياضي المغربي. السبب الثاني ان المغرب عندها ميزه مش موجوده عند اي منتخب عربي اخر، ما شاء الله عنده جيش من المدربين القادرين على حمل الرايه، وبس روح جديده وضخ دماء جديده في المنتخب المغربي عشان يشارك في كاس العالم بشكل افضل من اللي بدا يظهر عليه وليد الركراكي في الفترات الاخيره. اراء الجماهير المغربيه حول منتخب بلادهم المغرب المشارك في هذه النسخه، نتابع. جابر العربي من الدار البيضاء. جابر اهلا وسهلا، تفضل. مساء الخير مشاري. أتواجد هنا في محيط ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء. عدد من الجماهير المغربية تتواجد معي الآن رغم برودة الطقس وهطول الأمطار، لكن سريعا نتعرف عن آرائهم. وقبل أيام قليلة من انطلاق كأس أفريقيا هنا في المغرب، شعورك كمغربي على بعد أيام قليلة من انطلاق كأس أفريقيا؟ ان شاء الله البطوله غتكون مهم ماشي ديال المغرب بعدا، حيت عند الافارقه منتخبات قويه بزاف، ومعظم اللاعبين ديال نيجيريا كيلعبوا في الدوري الانجليزي بحال السنغال، كاميرون. يعني البطوله تكون شويه صعيبه للمنتخب المغربي. كيف هي الاجواء هنا في الدار البيضاء وانت مقيم هنا؟ انا مقيم هنا في كازا، وانا اول حاجه شفت كاس افريقيا ديال 76، شفت كاس افريقيا اللي دار هنا في المغرب في 1988 تا هو حضرت ليه، وانا غنحضر الكاس افريقيا ديال 2025 هنا في المغرب. ومرحبا بافريقيا كامله هنا في المغرب، اي افريقي مرحبا هنا، جميعنا كلنا افارقه جميعا مرحبا بكم في المغرب. ماذا تقول عن هذه الاجواء؟ اجواء رائعه صراحه، اجواء كوب دافريك معروفه ديما كتخلق الفرجه، ومرحبا بالفرق الافريقيه هنا عندنا في المغرب. واخا المنافسه الشرسه وداكشي كنبقاو اخوه وكنبقاو بشر، خصنا نبقاو ان شاء الله. ماذا تقول عن هذه الاجواء ونحن على بعد ربما يومان من انطلاق البطوله؟ كنظن ان اجواء رائعه حماسيه، وتكون منافسه جد رائعه نظرا لقوه المنافسين الافارقه، والمنتخب المغربي كنظن انه غيكون هو الوصيف ديال ان شاء الله. شكرا جزيلا لهذا العدد من الجماهير التي كانت معي هنا في الدار البيضاء العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه. عوده اليك مشاري، تفضل. شكرا لجابر من الدار البيضاء. الى منطقه اخرى هناك في المغرب في الرباط مع موفدنا طارق احمد. طارق تفضل.
مرحبا بك مشاري، تحية لك لضيوفك الكرام، لكل المشاهدين من هنا من العاصمة المغربية الرباط، التي تودع آخر لياليها الهادئة في هذه الفترة الشتوية من العام قبل انطلاق الصخب الإفريقي بصفة رسمية يوم الأحد القادم مع انطلاق النسخة 35 من كأس أفريقيا. تحدثتم منذ قليل عن الترشيحات والتكهنات، ودعوني أتفاعل معكم في هذا الخصوص. الأستاذ بدر الدين الإدريسي قال بأنه يتكهن بمباراة نهائية بين المغرب والسنغال، إلا أن مدرب بايرن ميونخ له رأي آخر. يبدو أن فانسون كومباني تحدث اليوم بأنه لا يرشح منتخب السنغال للتتويج بهذه البطولة ولا لاعبيه نيكولا جاكسون، بل بالعكس تماما هو يتمنى الفوز والتتويج لمنتخب بلده الأم منتخب الكونغو الديمقراطية. نعرف بأنه فانسون كومباني صحيح بأنه بلجيكي، ولكن من جهة الأب هو من أصل زايري أو من الكونغو الديمقراطية. المنتخبين سيتقابلان في المجموعة الثالثة يوم 27 من هذا الشهر، والصحافة السنغالية اهتمت كثيرا بهذا الموضوع، وكأنه فانسون كومباني يستبعد السنغال من الذهاب بعيدا ويرشح منتخب الكونغو الديمقراطية. على كل حال لطالما وعدتنا أو فاجأتنا كأس أفريقيا بمفاجآت كبيرة، سننتظر ونرى في انتظار ضربة البداية انطلاقا من يوم الأحد القادم. شاري، شكرا لمفيدنا طارق أحمد. دعونا نتابع معكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير، نتعرف على بقية منتخبات المجموعة الأولى. نتابع. افتتحوا منافسات المجموعة الأولى في كأس إفريقيا لكرة القدم بالمغرب بمجموعة متوازنة تجمع بين المنتخب المغربي صاحب الأرض والجمهور إلى جانب منتخبات مالي، زامبيا وجزر القمر في صراع بين الإثارة منذ الجولة الأولى. ويعد منتخب مالي أحد أبرز المنافسين في هذه المجموعة بفضل عناصر شابة تجمع بين القوة البدنية والمهارة الفنية إضافة إلى تجربة قارية محترمة. المنتخب المالي يطمح لتجاوز دور المجموعات وتأكيد حضوره كرقم صعب في هذه البطولة الإفريقية. منتخب زامبيا يدخل البطولة بعقلية البحث عن المفاجأة، مستندا إلى تاريخ مشرف في القارة أبرز محطته التتويج باللقب سنة 2012. يعولون على الانضباط التكتيكي والسرعة في التحولات لمقارعة المنتخبات المرشحة، متسلحين بتاريخهم الحافل وقدرتهم على تجاوز أي منتخب عندما يكونوا في يومهم الكبير. ويبقى منتخب جزر القمر المنتخب العربي الثاني، ويعتبر الحصان الأسود لهذه المجموعة بعد العروض القوية التي قدمها في مشاركته الأخيرة. المنتخب القمري يسعى لمواصلة كتابة التاريخ مستفيدا من الروح القتالية والانسجام الجماعي، منتخب وضع اسمه ضمن كبار اللعبة. مجموعة أولى تعد بالكثير من الندية، حيث سيكون هامش الخطأ محدودا وكل نقطة قد تصنع الفارق في سباق التأهل إلى الدور الثاني. بقية منتخبات المجموعة زامبيا ومالي وجزر القمر، رتبهم وقد يكون في اختبار حقيقي لجزر القمر في هذه المجموعة. صحيح، أنا بالنسبة لي طبعا المنتخب المغربي ممكن يجد صعوبة فقط أمام مالي، يعني مباراة تكتيكية وقوية جدا، لو أنه مالي تراجعت كثيرا في تصفية كأس العالم، التأهل لكأس العالم، احتلت المركز الثالث في مجموعتها، يعني بالرغم هذه مفاجأة بالنسبة لمالي. أظن أنه منتخب مالي سيحاول التعويض من خلال كأس إفريقيا. تتوقع مالي أن تكون في المجموعة في المركز الثاني؟ ممكن الثاني. بالنسبة لزامبيا منتخب على فكرة صعب جدا، المنتخب الزامبي هو اللي فاز ب 2012 باللقب، يلعب بدون ضغوطات أيضا، في 2012 لم يكن مرشحا. لكن زامبيا ثالثا أم الجزر؟ زامبيا الثالث. عوض في هذه المجموعة. اتفق معه في نفس المجموعة. اكيد المنتخب المغربي اولا، والمنتخب المالي عطفا على ما قدموا في اخر الاستحقاقات وعطفا على الاسماء اللي تم اختيارها حيكون في المركز الثاني. المنتخب الثالث حيكون زامبيا، مع طبعا امنياتنا انه المنتخب القمري هو يكون في المقدمة او من الفرقة الاثنين المتأهلين الى جانب المنتخب المغربي او حتى كافضل ثوالث. برضو المنتخب القمري برضو يعني المدرب برضو استدعى من اللاعبين اللي بيقدم في مستويات كويسة، ونتوقع انه برضه يكون حصان اسود لهذه البطوله. طيب بقيه المنتخبات، وفي منتخب
في مجموعة منتخب بلادك؟ طبعا المنتخب المغرب كيف قالوا جميع الزملاء، كيف يقولوا جميع الخبراء، مرشح ليتصدر المجموعة. المرتبة الثانية ستكون لنسور مالي بدون تأكيد لأنهم حضورهم قوي في هذه السنوات الأخيرة. منتخب زامبيا تراجع كثيرا، زميلي وحيد لم يعد ذاك المنتخب اللي تعرف اللي تزوج سنة 2012 مع إيرفي رونار، تراجع لكن الآن يمتلك مهاجم فاتسون داكا لاعب لايستر سيتي. تراجع كثيرا، لذلك أنا أقول على أن أفضل ثالث قد تكون صراع قوي ما بين زامبيا وما بين جزر القمر. أكثر المنتخبات تتويجا في كأس أفريقيا المنتخب المصري ب7 بطولات وغياب أكثر من صابر 15 سنة 15 عام. نتابع هذا التقرير المنتخب المصري ونعود. نتحدث عن المنتخب المصري فنحن في حضرة زعيم القارة السمراء، ومع كل انطلاقة للحدث القاري يكون الترقب كبيرا للشارع الرياضي المصري وحتى لمنافسيه التي تطمح لإيقاف منتخبا هو صاحب الرقم القياسي للتتويجات في قارة إفريقيا. البداية مع مرحلة المجموعات قد تبدو في المتناول في وجود منتخبات الزيمبابوي، أنغولا وجنوب إفريقيا، ولكن مصر كعادتها تريد الخواتيم التي غاب لقبه عن الفريق منذ نسخة 2010، وحاملا في الآن ذاته أعباء فشل المنتخب الثاني في كأس العرب بقطر بعد الخروج منذ الدور الأول. إخفاق قد يمثل حافزا لرجال المدرب حسام حسن، وخاصة للاعب يجد جدلا هذا الموسم مع فريق ليفربول. محمد صلاح قائد المنتخب المصري أمام تحد شخصي يطمح لتجاوز فترة صعبة عبر الاستحقاق القاري وكتابة تاريخ جديد مع منتخب الفراعنة، وأن أي إخفاق للمنتخب في أفريقيا بالمغرب سيزيد من الضغوطات والانتقادات للمجموعة المصرية، وربما سيضع الاتحاد المصري لكرة القدم في موقف لا يحسد عليه مع الجهاز الفني قبل خوض غمار الحدث العالمي. زعيم القارة السوداء المنتخب المصري، الجماهير تنتظر في آخر مشاركات تتويج وتنتظر تحديدا هل بإمكان محمد صلاح النجم محمد صلاح من حقق إنجازات كبيرة على مستوى البطولات مع نادي ليفربول، ونفس الأمر إنجازات فردية، ينتظرون من محمد صلاح تتويج وفرحة في هذه النسخة. صحيح، عاندته كرة القدم الأفريقية كثيرا محمد صلاح، الحقيقة إنجازاته كبيرة جدا مع نادي ليفربول، مع الأندية اللي خاض فيها تجارب احتراف رائعة جدا. يبقى رغم أنه هداف رائع جدا من الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، ولكن أنا في رأيي الشخصي أنه تتويجه أفريقيا هتكون أشبه بتتويج ميسي بكأس العالم. كان عشاق ميسي دايما بينتظروا أنه يتوج مشواره بلقب بطولة كأس العالم، وتوج مشواره بالفعل في 2022. نفس المؤشرات على حدود أفريقيا نفسها عند محمد صلاح، الكل بيترقب، الكل بينتظر محمد صلاح لتتويج جهوده مع بقية الرفاق، بقية اللاعبين. يمكن من ضمن المؤشرات الإيجابية القليلة اللي أنا شايفها للمنتخب المصري، لا بس, إن إحنا بس ما فهمت مؤشرات قليلة، مؤشرات إيجابية قليلة بالطبع. أنا شايف المؤشرات لهالدرجة أنت محبط؟ لا مش محبط. محمد صلاح بالمنتخب؟ لا محمد صلاح لعيب كبير، مرموش لعيب كبير، عندنا لعيبه كبيره، عندنا مدرب بقيمه حسام حسن، ولكن في النهايه تبقى المؤشرات الايجابيه اقل. من ضمن هذه المؤشرات ان المنتخب المصري بخلاف بقيه المنتخبات الافريقيه يعني بيجيد التعامل مع البطولات المجمعه. طيب البطولات المجمعه دايما بتظهر. طيب بس وحيد، انا اسال صابر سؤال واضح، يعني هل مقتنع أنت في أداء المنتخب المصري مع حسام حسن؟ هل هناك رسائل بعثها حسام حسن، في دلائل، في تباشير للمنتخب المصري؟ شوف أنت دوست على الوتر الحساس. فنيا لا طبعا، بكل تجرد المنتخب المصري حتى الآن لم يكن مقنعا للشارع الرياضي على المستوى الفني على الإطلاق في خلال تحضيراته. معنويا يمكن إنه حسام حسن بيجيد التعامل بالجانب المعنوي. طيب التحفيزي. طيب مصير اذا انت غير يعني محبط،
حسب اجابتك محبط او غير غير يعني مقتنع ان المنتخب المصري ممكن يكون من ضمن المرشحين الثلاثه؟ يعني لست متفائلا بدرجه كبيره يعني. طيب خليها كده. لكن ما مصيره في عدم تحقيق نتيجه ايجابيه؟ حسام حسن في حاله عدم الوصول الى نصف النهائي طيب على اقل تقدير صابر لا تتردد، تتكلم بايجابيه فورا بنفس اللفظ اللي اخترته لوليد الركراكي، يرحل فورا وقبل كاس العالم في حاله عدم تحقيق نتيجه اقلها نصف النهائي. عارف انه يعني صابر وضح لك من الاول انه المنتخب المصري في حال خوضه اي بطوله وهو مرشح ما بيفوز. عشان كده الان كل السيناريوهات المرسومه على الاعلام المصري، على الشارع المصري، على كله انه يا اخي المنتخب المصري ما مرشح. بهذا الفهم هم عايزين يدخل البطوله بحيث انه لما يفوز يكون هو المنتخب ما مرشح، ما عايزين يكون عليهم يعني شو اللي انت توصله؟ هو ده اللي عايز اوصله انه هحكي لك واقعه طريفه يا بشار. لا بس لا لحظه، لا اعطيت وصل الان كل الحديث يعني انه صار يعني يراوغ في الكلمات، مش يراوغ، هو عايز يطلع مصر خارج الترشيحات عشان مصر لانها خارج الترشيحات. ما هو ما خارج الترشيحات، كيف خارج الترشيحات يعني. الان مصر من اكثر 3 دول مرشحه للفوز بهذا يلا هذا صابر، شو انت تحدثت امس؟ يلا صابر، يلا رد يا صابر. مصر يتحدث بيقول لك مصر دخلت اي بطوله بتدخل مرشح، حتى البطوله الان اللي بتتكلم عنها فريق ثاني وما فريق ثاني اللي اتلعبت في قطر، منتخب مصر كان مرشح. على الورق انا دلوقتي بنزع، انا دلوقتي بتكلم مش كاني مصري خالص في القصه، انا بتكلم شغل فني بحت وشغل محايد وشغل اعلامي. عوض ما يتكلم تقارير، عوض ما يتكلم فني، هو عشان سوداني برضو اقرب لمصر فالعاطفه طاغيه عليه شويه. لا يتكلم بعاطفه، هذا اتهام. لحظه هذا اتهام. انا ما اتكلم بعاطفه، لكن انا اتكلم يعني الان خلينا نتكلم فني. الليله فنيا كمستويات يعني افضل المستويات ابسط فنيا. بص هقول لك على حراسه المرمى، على حراسه المرمى عندك افضل حراس مرمى الشناوي، شوبير. اذا جيت تكلمت على الخطوط الخلفيه، اذا تكلمت على وسط الملعب، تكلمت عن مرموش، تكلمت عن محمد صلاح، تكلمت عن امام عاشور، كل الكم مصطفى. بص انا هعد لك كل الاسماء دي. طيب انا هعد لك كل الاسماء. عندك فيهم خلاف انت؟ الاسماء اللي انت كل ذكرتها. صابر تكلم صراحه ليش؟ الاسماء موجوده في مصر، الاسماء بس الاداء غير مقنع او استغلال هذه الاسماء واظهار امكانياتها غير موجود. انا هقول لك على كل الاسماء من اول الشناوي في المباريات الاخيره سلسله الاخطاء متكرره بشكل كبير. محمد صلاح ما بيلعبش مع ليفربول، محمد صلاح طبعا يبقى قيمه محمد صلاح. عمر مرموش ما بيلعبش مع اخر مباراه كان لاعب، اخر مباراه منها سافر كان موجود في الغاء. بتتكلم فتره طويله. عمر مرموش ما بيلعبش مع مانشستر سيتي. امام عاشور، انا بقول لك كل الاسماء اللي ذكرتها. امام عاشور عائد من اصابه طويله جدا، فتره طويله جدا، ربنا شفاه الحمد لله، كان مرض قوي جدا، ربنا شفاه الحمد لله. الان بيقول لك شوبير الان مطلوب في انه يلعب في عدد من الانديه. كيف يعني انت هو بس على صابر هكمل له بس الجزئيه دي. هو بيتكلم في الفنيا. انا برتب منتخب مصر، لابد وان ارتب منتخب مصر بعد منتخب المغرب، بعد منتخب السنغال، بعد منتخب كوت ديفوار، بعد منتخب الجزائر. لا فنيا، لا فنيا والمؤشرات الفنيه ان انا اضع منتخب مصر. لا طيب هذا مش انا اللي قلت، عوض قال. انا بقول لك يا ابو عمار، يعني يا ابو عمار العاطفه طاغيه عليه شويه. لا يا صابر، لا بس هذا كلام خطير. لا عوض عفوا، كل مره ما تتكلم انت تقول اتهامه لك انت تتكلم بعاطفه. رتبهم لي ثاني. هو الوحيد اللي يتكلم بمنطق. لا ما في منطق. هو دلوقتي شوف هو دلوقتي رتبهم لي المغرب، السنغال، مصر. حلو الكلام. أيوة. وهو حاطط مين في النهائي؟ يعني هو حاطط بالترتيب مصر الثالث. طب أيوة. حط مين في النهائي؟ المغرب ومين؟ خط المغرب ومصر. يعني ترتيبه هو بيناقض نفسه. يعني ما نغطم نفسي، لانه السنغال هتلاقي المغرب في الدور النهائي. هو احنا عارفين في ال 24. ما انا حاسب، انا مشيت بالتسلسل المرحلي. طيب السنغال حتطلع على يد المغرب، ومصر حتجي تقابل في النهائي. بدر رايك؟ لا اول شيء لمست التردد في صابر رأيي انا من وجهين. تردد صابر يمكن بيمشي في ناحيه، واحيانا الحوار يمشي في ناحيه ثانيه. صح. الناحيه اللي يمشي فيها هو انه يؤمن من ان المنتخبات
تتوج بطلة داخل البطولات وليس بإحصائيات وبيانات وتاريخ وما إلى ولا ذلك. أرقام. أنا متفق معك. في كثير من المنتخبات تولد تخرج من رحم البطولة. تتكلم عن منتخب مصر يولد منتخب مصر أكثر من حقق البطولة، من يملك النجوم والإمكانيات يا صابر يولد داخل البطولة. لا الوجه الثاني لا لابد أن يستعيد مستواه ويستعيد بريقه في داخل البطولة، وارد جدا. الوجه الثاني وهذا ما نتمناه، أن منتخب مصر لا يقدم بنفس المستويات التي كان عليها قبل 3 أو 4 سنوات. طيب السبب انه في تراجع الاداء لعدد من اللاعبين. انت ما في ادنى شك. لكن اتفقتوا ان هناك اسماء في المنتخب. لكن انا بقول لك قوه المنتخب المصري التي يمكن ان يستمد من ماذا؟ من انه في تحديات متعدده، تحدي منتخب عايز يثبت نفسه ويعكس توقعات، تحدي ايضا حسام حسن الذي يريد ان يصبح اول مصري يتوج ثاني مصري يمكن احنا يتوج لاعبا ومدربا على ان المنتخب المصري في السنوات الاخيره لم يقدد الموضوع. متفقين جميعا، أليس هذا مؤشرا على ان المنتخب المصري متراجع؟ ما هو ده المؤشرات. انا بتكلم عن المؤشرات ايه؟ لا هو انا بتكلم، ما هو المنتخب المصري برضه من 2 3 كان في محمد صلاح وكان في عمر مرموش. لا صار منتخبات جاءت من مستويات اقل، وانا مش مختلفين هو هذا الكلام نفسه. طيب نرتب الحوار يا عوض تفضل بدر، نرتب الحوار ونعطي تحت فرصه. منتخب كوت ديفوار في اخر نسخه كان طالع من الدور الاول، صح؟ مين اهله؟ منتخب المغرب راح فاز له على زامبيا وطلع كاول ثالث، بس في الدور الثاني انقلب راسا على عقب. هي دي افريقيا بس، هي دي افريقيا بس. طيب وحيد، شوف انا اتفق مع صابر لما قال ان المنتخب المصري في البطولات المجمعه يجيدها، لكن في نفس الوقت ابعد المنتخب المصري من الترشيحات، يعني هذا تناقض صراحه. ايوه صح. وكذلك انا لاول مره هذا تناقض. أيوة تناقض صراحه لما تقول انه منتخب يجيد اللعب في الدورات المجمعه وانت لانه انا رشحت مصر. وحيد ما كانش بيستمع للحوار بشكل جيد على الاطلاق، لان انا قلت نصا. اسمعني بس. لا هكمل ديت وهسيبك تكمل، انا هقول بس الجزئيه دي. لا بس هو ما كمل كلام. لا ما انا هسيبه يكمل كلامه، بس انا هرد على الجزئيه دي بس. وانت تتهمه انه ما سمع الحوار وهو على بعد اقل من متر بينك وبينه. في الفار هرد على الجزئيه ديت لو في الفار موجود. انا عشان كده اسمعني بس مصر تجيد اللعب اقل من لا صابر. الله ينور عليك. يبقى انت تقولها اذا كان من الايجابيات. وهذه صابر هو وحيد كان صابر انه تجي الكلمه يا صابر. لو الجزائر او المغرب امتلكت هذه النقطه الايجابيه القليله لفزنا ب10 ألقاب في كاس افريقيا. هذه البطولات لو اجادت الجزائر اللعب في البطولات المجمعه لفزنا ب5 أو 6 ألقاب. وكذلك المنتخب المصري لأول مرة نشوف المنتخب المصري يدخل البطولة القائمة كلها موجودة وبدون جدل بس إلا إصابة مصطفى محمد. بس كلمة إذا محمد عبد المنعم. بس وحيد كلمة متناقض اللي صابر يعني لا كوصف. لا مش أنا ما كنت قاسي، العكس أنا قلت أنه تناقض في هذه النقطة نفسه بس في أنه أعاد الجملة كاملة. أنا بعطيك تحت فرصة بعدما نتابع الجماهير المصرية ماذا قالت عن منتخب بلاد مصر. نتابع. وحشة بشكل كبير مع ليفربول، والمدرب ليفربول أرني سلوت كان عنده بشكل كبير في أوقات كتير، وكان مقعده على دكة البدلة. دي فرصة كبيرة لمحمد صلاح ان هو يثبت نفسه للعالم كله، وطبعا محمد صلاح نجم كبير وفخر مصر وفخر العرب. ان شاء الله تكون فرصة كويسة لمحمد صلاح ان هو يثبت نفسه وتكون اول بطولة ليه مع المنتخب الوطني. صابر في واقعة طريفة؟ يعني انا هقول لك واقعتين في 10 ثواني وانت فهمهم كما تشاء. في 98 كابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه كان رايح للبطوله وهو بيقول لنا كاعلام ان انا رايح ترتيب ال13 ما بين 16 منتخب وقتها، ورجع بالبطوله. هو نفسه كان بيقول ترتيب المنطقي ال13. في بطوله اخرى الكابتن محمود الجوهري ايضا كان بيقول انا رايح اجيب الكاس، رجع بالكاس فعلا بس باحمد الكاس لانه خرج من الدور الاول. عمرو فهمي موفد قنوات بين سبورتس من أكادير. عمرو مساء الخير، تفضل.
نعم مشاري، مرحبا بك. نحن هنا في ساحة الأمل في وسط أكادير. الجميع يترقب بضربة البداية للمنتخب المصري أمام زيمبابوي في هذه المدينة، لأن المنتخب المصري هو المنتخب العربي الوحيد الذي يلعب في عاصمة السياحة المغربية وعاصمة السياحة الشاطئية تحديدا في المغرب، خلف مدينة أكادير. الأجواء أكثر من ممتازة داخل معسكر الفراعنة. اللاعبون احتفلوا بعيد الميلاد 37 محمد الشناوي حارس المرمى ليلة أمس في خليج تغازوت حيث يقيم الفريق، بالتالي أجواء إيجابية للغاية داخل المعسكر. الجميع أيضا ملتف حول محمد صلاح والأزمة التي واجهها مع نادي ليفربول، يمده بالدعم النفسي. هنا مع المنتخب المصري يشعر صلاح بكامل التقدير الذي غاب عنه مع ليفربول، وبالتالي ربما قد يكون هذا دافعا له كي يحقق اللقب الذي أفلت من يديه مرتين من قبل. أما بخصوص حظوظ المنتخب المصري في التتويج بالكأس فقط علينا أن نتابع المتوالية الهندسية، وربما صابر يعلق عليها هذه. في 2017 المنتخب المصري في النهائي 19 يخرج من دور 16، 21 في النهائي، 23 يخرج من دور 16. إذن الدور في 25 ربما إذا استمرت هذه المتوالية أن يكون في المباراة النهائية، وهذا هو ما يدفع بعض اللاعبين إلى التفاؤل، خصوصا من يحضر في الكان الخامسة ومن كان شهيدا على الأربع نسخ الماضية، هذا بالتحديد عن محمود حسن تريزيجيه وعن صلاح. شكرا لعمرو فهمي من أكادير. إلى الرباط مع نسيم طالبي من أمام مقر إقامة المنتخب الجزائري، تفضل. تحية طيبة لكم جميعا. بعثة المنتخب الجزائري وصلت قبل أقل من ساعتين من الآن إلى مطار الرباط، قادمة من الجزائر بكل اللاعبين ما عدا اللاعب حسام عوار الذي أصيب وغادر المنتخب الجزائري. تم تعويضه بحماد عبد اللي وسط ميدان نادي أونجي، وهذا الذي كان ربما مطلبا جماهيريا إن صح التعبير في ظل تألق هذا اللاعب مع ناديه الفرنسي هذا الموسم وأيضا الموسم الماضي. المنتخب الجزائري وصل مباشرة إلى مقر إقامته في هذا الفندق الذي ترونه خلفي، والأمور الجدية بدأت، ولو أنها بدأت قبل الوصول إلى المغرب. بدأت في مركز سيدي موسى، مركز تحضير المنتخب الجزائري قبل يومين. العمل كان على الجانب البدني، على الجانب الفني، تكتيكي أيضا بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. في هذه المران الأخير أيضا كان على المستوى الذهني، لأن ضرورة الدخول بقوة في المنافسة الإفريقية. نذكر أن المنتخب الجزائري سيلعب أول مباراته أمام المنتخب السوداني في 24 من هذا الشهر في ملعب مولاي الحسن الذي لا يبعد كثيرا عن مقر إقامة الخضر، حوالي 5 كيلومترات تفصل الموقعين. طبعا هكذا هي أبرز ملامح المنتخب الجزائري. المباراة الأولى أيضا المباراة الثانية أمام بوركينا فاسو، المباراة الثالثة أيضا مهمة أمام منتخب غينيا أو منتخب غينيا الاستوائية. طبعا هكذا هي الأمور بالنسبة للخضور. الأمور جدية بدأت، الحضور الجماهيري سيكون كبير جدا، الأنصار الذين سيأتون من كل مكان لمساندة الخضر ورفقاء القائد رياض محرز. شكرا لنسيم طالبي موفد قناة في سبورت من الرباط. وصلنا إلى الختام. شكرا لضيوف هذه الحلقة من البرنامج. شكرا صابر، شكرا وحيد، شكرا عوض، وشكرا بدر، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا. إلى اللقاء.